مكان كلش حلو. تخييم داخل الغابة وبالسيارة، طبعا هو ممنوع الفوتة بس للي يخيمون. طبعا شباب اليوم رحلتنا غير دكان ولا بالاحلام، عوائل وللشباب، مكان مخصص لنا، يعني خليكم معنا امشوا. طبعا شباب اليوم الرحله مالتنا تخييم كالعاده، مكان جديد، مكان روعه، مكان حلو كلش. طبعا شلال ونهر موجود، حمامات موجوده. طبعا واهم الشغلات الموجوده بالكامب بلاتس مياه الشرب، يعني ما تحتاج تجيب وياك قناني مي او اي شيء، تجيب قنينه صغيره حتى لو من لتر تترس مي للطبخ للشاي. طبعا واحلى شيء بهذا المكان شنو؟ طبعا مسوينه ديزاين يعني شيء طبيعي، يعني مثلا هذا الجسر، صوت الشلال المي تسمع الصبح، تقعد صوت العصافير والبلابل من الشلال البارد. حطينا رق، يعني حتى ثلاجه ما تحتاج، تحط الرق هنا تيجي ورا ساعه قدام جرش، وبعض الاحيان او بعض الاوقات الرقيه اللي تحطها طب من البرد. طبعا واحلى شيء شنو؟ الحمامات الموجوده والمغاسل، يعني مخصص صدق للعوائل او للشباب او للجمعه المختلطه. يعني عندك حمامات الرجال وعندك حمامات النساء بالطرف الثاني. عندك هنا المغاسل وهنا الحمامات اجلكم الله. وعلى شنو؟ على منظر يخبط يفتح النفس. هاي حمامات النساء من هذا الصراحه. طبعا حتى دوش موجود، اللي يريد يسبح، اللي يغسل. واحلى شيء بالمخيم شنو؟ موقف صف التخييم. التخييم شنو؟ 25 متر. تشوفون الخيم هنا. الموقف شنو؟ ببلاش، كوس اللوس. يعني توقف سيارتك تخيم، تحتاج خيمه، استباك، فراشك، اكلك فقط. مثل ما قلت لكم الموقف موجود، الخيم انفرزت طبعا عن الجانبين، بالنص يبقى فراغ على مود الحطب نجيبه من الغابه من جوا مثل ما قلنا لكم. والحلو بالامر شنو؟ كل من خيمته معزوله، يعني وقت ما بتحب تنام، وقت ما بتحب تقعد. طبعا اذا حبيت تاخذ راحتك وتسترخي، جو مزاج، جيب هذا دوشك على جبين الاشجار وتنام لك. عندنا هذا الكوخ، اذا صار مطر او صار ثلج او شمس قويه تقدر تيجي تقعد هنا تاخذ راحتك. وهذا الحطب اللي لميناه اليوم على مود نسهر بالليل ونشوي. وهاي هنا عندنا شوايه ثانيه مثل ما قلنا لكم، اذا كان اكو مطر قوي او شيء تقدر هنا تشوي. طبعا عندنا العمل الجماعي، الاحترام، المشروبات الروحيه طبعا ممنوعه كل صفاتها، الدين والسياسه طبعا، ووقت النوم طبعا الساعه 10. خلنا نصعد نروح نشوفكم الاطلاله من هناك شلون تصير. شوف ذيك الغرفه هناك همينه اكو طبعا موقع. هسه نرجع هني ناخذ الدولمه بالفخار، ناخذ الجنطه عزيزة الروح، ناخذ بطل المي ونحط شاي فوق لما تلتم. هلا والله، شوف الدولمه، دولمه عراقيه بشنو؟ بفخار عوافي. مالي لان هذا الجيلاتين احطه على نار هادئه قالوا، لان انا بالدولمه ترى 0%. نروح للمحطب نحاول نلقي الحطب الناشف. طبعا بيني وبين نفسي يعني اكو شيء يقول لي هاي النار قليله على الدولمه، فلازم اروح على السياره اجيب شنو، عندي طباخ ثاني، هذاك الطباخ يعني انا عندي تقريبا 4-5 الات بالسياره من طباخات، يعني خلينا نقول اشكال وانواع. عندي اللي يشتغل على الغاز، اللي على الغاز، اللي هيجي بس يعني جيلاتين ويشتعل، وعندي حطب ناشف.
فيعني بكل المواسم انا شغال، كل المواسم عندي وسيله اسوي بها نار. طبعا اخوان هذا هو الطباخ، هذا سعره 40 اورو. الطباخ لقيته فارغ، بس شنو ما يهون عليكم ابو حسين وياكم، كل شيء خلوا وراكم. يعني وصلنا نصبنا الخيمة، حطينا الدولمة وين على الطباخ، سوينا نرجيلة، سوينا نار، بقى بس نسوي شاي. وجاهزة. هاي الحياكة من يدي، خلينا نبلش. ارجع قلبي. يلا هذا يوسف فاتك، يوسف محمد لانه هو خبره بجداري. خبره جداره طليان كل شيء كان. يلا هسه شنو نفتحه؟ شيل بس، نزلها بالنص هنا. شيل بس شو اسمه على كيفك. شيل على كيفك، شيل لا تخاف. ايش على كيفك وعلى مود يوقع الدولمه. جيد. يوسف اين انت؟ هذا اليد باقي الجزء. ها ودي. هسه راح تسوونه مجرم بالاخير. والله راح تسوونه مجرم بالاخير ويروح يدقون شو؟ زين متاخر يا شغال مسخير وهلا. طبعا مثل ما تشوفون المخيم جوا، شوف الشباب والعوائل ملتمين مسوين نار. لمينا حطب، واحلى شيء روح الجماعه، لمينا حطب صرنا 3 فرق، فريق يلم حطب، فريق يكسر، وفريق على التنظيفات. وهذا احلى شيء، يعني لا وسخ والكل مشتغل والكل متعاون. تصير هون؟ تصير ايه. والله جهنميه. موارقه من الطبر؟ والله من الطبر انا كسرت 4 وانتم اتركها ابو وقلبه والله 180 درجه. والله بالزحمه. اوقف. خليه يعني من ناحيه العضلات، لاني عم يحرك عضلات معينه، ما عم يدرب العضلات. لو بيدرب كل العضلات هذا كان صار وحش. ابدا وحش كاسه. شغلهم كان يا قلبي اليوم مسوي لكم برجر. على الفحم احكي. صدر دجاج
وكنتاكي. طبعا عينينا شوفوا الهمبرجرات. هنا الشباب كل واحد مستلم له شغله. علي دا يشوي، شاب هنا يرتب. طبعا الغداء صار جاهز، بقى بس محمد يجي الاشكالات. محمدنا تاخر بس هذا جا وصل الموكب طبعا بقياده محمد. فلافل مسوي محمد. فلافل شنو؟ همبرجر، سوينا سمك بالدهن، سوينا دجاج، وكنتاكي سوينا شنو؟ تمن احمر. وبصحتكم. يلا خلاص راح نروح. ساوي تعال ابو حمودي تعال. طبعا ولهنا وصلنا لنهاية الرحلة. كل لما تخيمها وكل صعدة سيارات حطت الغرف. وخلوكم ويانا فيديو جديد ورحلة جديدة. تحياتنا وشوقنا لكم.